السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل البدء المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. أثارت اللائحة المكونة من 28 لاعبا التي أعلن عنها الناخب الوطني وليد الركراكي استعدادا لمواجهتي ليبيريا وبوركينا فاسو ردود أفعال متباينة من الجماهير المغربية عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي صبت جلها في خانة التفهم لاختيارات مدرب الأسود، خصوصا في ظل التحديات التي كانت أمامه قبل حظر اللائحة من إصابات التي لحقت عددا من اللاعبين وضعف التنافسية في صفوف آخرين. واعتبرت فئة واسعة من الجماهير المغربية في منشورات أن اللائحة التي أعلن عنها وليد الركراكي صباح اليوم تظل واقعية رغم افتقادها لحكيم زياش الذي فضل الناخب الوطني إعطاء مساحة مع فريقه الجديد غلطة سراي. وفيما يلي اللائحة، المنتخب الوطني لمواجهة ليبيريا وبوركينا فاسو في 19 من شتنبر المقبل بأكادير وفرنسا توالي. حارس المرمى: ياسين بونو، منير محمدي، مهدي بن عبيد، يوسف مطيع. دفاع: أشرف حكيمي، نايف أقرد، نصير مزراوي، غانم سايس، يونس عبد الحميد، يحيى عطية الله، جواد اليميق، عبد الكبير عبقار. وسط الميدان: أمير ريتشارلسون، عز الدين أناحي، سفيان أمرابط، بنيامين بوشواري، سليم أملاح، بلال الخنوس، أمين حريت. الهجوم: إسماعيل السباري، إبراهيم صلاح، عبد الصمد الزلزولي، زكريا أبو خلال، أيوب الكعبي، يوسف النصيري، وليد شديرة، أمين عدلي، وعبد الرزاق حمد الله. إن أعجبكم الفيديو المرجو دعمنا بلايك.